النهارده جايب لك تابلت جديد من الشركه اللي كل لما تزهق تقوم ايه يلا انا هنزل تابلت. والصراحه بيبقوا حلوين منافسين والاسعار بتبقى منطقيه جدا، بس الفكره ان انا بتلخبط من كتر الحاجات اللي بتنزل. معانا النهارده الهواوي ميت باد 12 اكس. بس قبل ما نتكلم عن التابلت نفسه تعالى اقول لك ان في منتج جديد وهو ده التركيز الاساسي، وهو الام بنسل برو. قلم جديد، واحد من اذكى الاكسسوارات اللي ممكن تشتريها للتابلت ده. وعلى فكره ما كانش فيه اوبشن كتير في حته الاكسسوارات وخصوصا الاقلام دي بره قبل، لحد ما كده واداك تقريبا نفس المميزات ان ما كانش زود عليهم شويه حبشتكنات كده. الشكل تقريبا هو نفس الاقلام بتاعت هواوي القديمه، ولكن لو بصيت فوق هنا هتلاقي زرار. الزرار دوت لو دوست عليه كتير هتلاقيه بينور وبيعمل بيرنج. الزرار اللي فوق ده تقدر تخصصه علشان يفتح اي حاجه، والصراحه مكانه جامد يعني زي الاقلام كده اللي كنا بنتكتك عليها زمان. فدوسه واحده يفتح ابلكيشن نوتس. طيب في حاجه جديده برضو في القلم ده، وهي فكره انك تفعص على القلم ده علشان يفتح لك قائمه الادوات. واللي عاجبني بقى ان هي في كل ابلكيشنز قائمه مختلفه، يعني ابلكيشن نوتس حاجه، ابلكيشن جو بينت حاجه. دي بقى ممتازه، بدل ما انت عمال تروح تطلع فوق وتنزل تحت وتفضل تحك كده. وتقدر كمان تتحكم في قوه الفعصه دي، يعني انا مخليها اقل حاجه خالص. تالت حاجه وهي اللمستين. دي كانت موجوده اظن انك تعمل كده اهوت ويقلب ما بين الاستيكه والقلم. اظن دلوقتي الجديد انك تقدر تغيرها تخليها يعمل او ينقل ما بين حاجه تانية. بقى عندك فكره انك تميل القلم وانت بتكتب علشان الخط زي كده الاقلام الحبر تقريبا او الفرش، انك لما تميلها كده فيبقى الخط اعرض شويه. وفكره انك تلفها برده كده تروتيت فيعمل لك دايره حوالين النقطه اللي انت واقف فيها. عايزه واحد يعني رسام قوي وجرافيك ديزاينر قوي. مش حاسس ان انا مقدر قيمتها قوي، بس هي مع الخطوط العربيه بالذات بتكون ممتازه. بيجي معاه في العلبه 3 سنون، كل سن بيتفك طبعا بسهوله، ولكن كل سن ليه استخدام معين. في سن للرسم، في سن للكتابه العاديه، وفي سن ابو حته صغيره ده بقى للكتابه الدقيقه والحاجات اللي الحنتوفه قوي. وكل واحد ليه مستوى كده زي مقاومه مختلف. في واحد بيتزحلق قوي، في واحد بتحس ان هو بيديك نفس المقاومه بتاعت الورقه دي، فغير ما بينهم وشوف اللي يريحك. وفي كمان مايك هنا في القلم، تقدر تاخد نوتس، تقدر تسال الاي اي حاجات، ولكن للاسف لسه مش شغاله هنا، شغاله في الصين بس. بقى عندك 16000 مستوى من الحساسيه. الاول كان 10000، دلوقتي بقوا 16000 مستوى. كل ما نضغط اكتر كل ما يتقل. بيشحن ماجنتيك من فوق هنا على طول، وبيكونكت على طول برده من هنا. الطريقه بتاعته خرافيه، فتجربه لابد منها بجد، احسن من القلم العادي بكتير. فكره ان انا ادوس هنا، فكره ان انا اضغط، الحساسيه الزياده، فكره السنون الزياده، حاسسها ابجريد محترم عن القلم اللي فات. والفكره بقى ان الحاجات دي محسوسه قوي في ابلكيشن زي جو بينت. الابلكيشن ده كل لما افتحه، بص هو انا بصمجي في التصميم والرسم والحاجات دي، انا مش بعرف، بس بجد الابلكيشن ده انا بفتحه بنبهر من كميه الفرش وكميه التفاصيل. فانا مش عارف لو مصمم او واحد بيرسم بجد هيقدر كميه الحاجات اللي موجوده هنا. وبرده انا من مدرسه الورقه والقلم، يعني بحب اخد النوتس والحاجات اللي ورايا على ورقه. ولكن دايما لما اجرب تابلتس، فكره اللي هي التمبلتس الجاهزه والحاجات والالوان والتخصيص تخليه دايما عايز استخدمه، مع ان بالاخر برجع تاني للورقه والقلم للامانه يعني. بس لو انت واحد منظم قوي وعايز كل حاجه بلون وترسم وبتاع، بتاخد وقت ازيد، ولكن النتيجه مفرحه. تفتح كده تشوف اللي وراك وتعمل عليه صح بلون معين وهايلايت وترسم. حنتفه حلوه للي بيحب. طبعا القلم كده كده يشتغل مع اي تابلت جديد من هواوي، بس التابلت اللي معانا هنا وهو الميت باد 12 اكس. تفتكرش ان الاكس ده اعلى فئه؟ الاكس ده ما بين الميت باد العادي والميت باد برو. فالاكس ده منافس للاير، حتى هم كاتبين بيوند اير. طبعا عارفين انهي اير، واخد نفس الحجم والرفع، نص كيلو 500 جرام 555 جرام يعني عشان الحنتفه، و5.9 مللي سمك. فتابلت خفيف جدا، خامات معدن نظيفه، لون اخضر راقي. عارف انت الاخضر المنت جرين. طبعا من الاسم 12 اكس، فالشاشه 12 بوصه اي بي اس، بس الوانها حلوه جدا. الاولد طبعا في حته ثانيه محفوظه لفئه البرو. هنا عندك 144 هرتز وبتنزل ل 30 هرتز عشان تحافظ على البطاريه. واهم واكتر حاجه اندر ريتد وما بتبانش قوي على الشاشه، لازم تشوفها في الحقيقه وتلمسها وتكتب عليها علشان تقدرها، وهي شاشه البيبر مات. مش مهمه قوي على الموبايلات، مهمه على شاشه كبيره، شاشه المفروض انها بتستخدمها كتير وبتزحلق ايدك عليها، فلازم تبقى ناعمه، لازم تبقى ضد البصمات. الشاشه ديت خرافيه في البصمات، الشاشه ما بتعكسش اي اضاءه، لانك ده هتاخده تقعد بيه بره في كافيه في اي حته فيها اضاءات كتير وسبوتات كتير. ده الترند اللي نفسي يكمل في كل حاجات يعني. حتى هو اصلا وصل دلوقتي اللابتوبات دلوقتي بقى فيها فكره البيبر مات. لسه ما وصلش قوي للموبايلات لانه بيقلل البرايتنس شويه. هنا البرايتنس 1000 نتس والكواليتي 2.8K. فهي شاشه ممتازه، كان ناقصها بس تبقى اولد، بس هي عجباني. وعندك 4 سبيكرز في التابلت. الكاميرا بقى دي ما جاتش،
ما تفكر، اخرها مستندات وورق والكلام ده. بطاريه 10100 وشاحن 66 واط كالعاده جاي في العلبه، وبيجي معايا في العلبه الكيبورد دوت اللي بيلزق وبيكونكت بالماجنتس، وفي مستويين هنا للزاويه بتاعه القرايه او الكتابه. دي نسخه مصغره شويه مش زي بتاعه البرو اللي بيبقى فيها مكان للقلم او فيها تراك باد، فيها اختصارات برايتنس، صوت، اقفل التابلت، كل حاجه موجوده. عندك نسخه البي سي الكامله من WBS اوفيس، اكسل بقى وورد باوربوينت، النسخه الكامله مش النسخه بتاعه الموبايلات المصغره، فيها كل الاوبشنز اللي انت عايزها، فده تنجز عليه شغل 100%. طيب سعر التابلت 2500 درهم، بتتكلم في حوالي 30,000 جنيه مثلا. وزي ما قلت لك مكانه بين البرو وما بين العادي، فئه جديده بتسد الحته اللي في النص دي، فخش على اللينك اللي تحت وشوف كل الفئات والاحجام. المنافس الوحيد للايباد، الشركه الوحيده اللي عماله تعمل تابلتس ومهتمه بالفئه ديت، اللي هو عماله تزود اوبشنز وفيتشرز كل سنه، في تطور ملحوظ جدا رغم الريستريكشنز، ومع ذلك خدمات جوجل شغاله هنا كويس قوي، والغريب ان هي شغاله احسن من الموبايلات، مش عارف ازاي. وبرضه ارجع اقول ان انت دي ممكن تكون عائق بالنسبه لك او لبعض الناس في الموبايلات، مع انها زي ما قلت شغاله كويس، ولكن في التابلت هو مش جهاز اساسي فهيشتغل معاك عادي، فهاته وانت بتطمن. بس نركن ده بقى، نجم الليله هو القلم الجديد الام بنسل برو، ده اللي فيه تطوير ملحوظ قوي عن الجيل اللي فات، واللي هياخد باله واللي هيقدر الحاجات دي هي الفئه المستهدفه بتاعه المصممين اللي كل بقى مستوى حساسيه بيفرق معاهم، اللي عمال يبدل ما بين التولز كتير وبيقعد يصمم حاجه في 7 ساعات. فلو مهتم هتلاقوا اللينك بتاع القلم او التابلت الجديد وباقي التابلتس في تحت في الديسكربشن. ومن لايك وسبسكرايب وسلام.